لنا SMS ازاي تحفظ الفسيخ والرنجة والملوحة وكل التفاصيل دي في البيت وما تبصش. تمام. الحاجات دي احنا كشاهين شاهين بابلوب بنضمنها للعميل 6 شهور، واحنا الوحيدين يعني شاهين وكفسخانيه في مصر بنضمن الحاجه، بنديها ضمان 6 شهور وصلاحيه طول ما هي زي ما هي بجلدها في الفريزر، يعني ما تتنضفش وتتشال. طب الفريزر ما يهريش اللحم بتاعها؟ انا امبارح جات لي عميله كانت جايه فاكره ان الفسيخ بايظ، انا بقول برضو هي ممكن تبقى سامعانا دلوقتي، عشان نضفته وحطيته في الزيت وراحت حطها في الفريزر، فالفسيخ لما بيكون دلع بلونه بيغمق عن الفسيخ المالح قوي بيغمق، فهي افتكرت انه فاسد، فجت حتى محرجه ومكسوفه قدام الناس وجايه بتكلمني بالراحه، فلقيتني رحت فاتح الطبق وباكل من قدامها وهي عماله تقول لي لا 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 اوعى تاكل يا عم انت بقى عندك انت بقى عندك مناعه يا عم. لا 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 لا, لا. انت بقى عندك ازاي ده انا بقيت عمال ادور على الزبائن عشان تاكل. هي تعمل ايه؟ في ستابس معينه تقدر تعملها في البيت؟ هو افضل حاجه في الفريزر بس. في الفريزر، لان هو باختصار كده يا فندم زي ما كده حضرتك تروح تجيبوا سمك ني هتشيلوه في الفريزر زي ما انتوا عايزين، انما لو اتقلى ما ينفعش تشيله في الفريزر وترجع تطلعه وتقولي هاكله طازه. لكن ما ينفعش نحطه في علب فيها زيت وليمون ما يفضلش في الثلاجه؟ مش هياخد ايام كتير على ما اظن. لا ايوه، وغير كده مش هيبقى فريش. انا اسف، اكله الفسيخ يعني بخلاف الرنجه ممكن تقعد الرنجه ممكن الرنجه ممكن تقعد في الزيت، انما الفسيخ طول ما هو فريش بيكون طعمه رهيب وعلى مدى 6 شهور. انا عندي عملاء بيكلموني عندهم فسيخ من السنه للسنه. طب شادي، انا ما باكلش فسيخ ولا ملوحه ولا حاجه، حاول تقنعني وتصالحني على هذه الاصناف. انا بشوف ان هي ريحتها وحشه جدا بتبعدني عنها، مع ان شكل اللحم بتاعها مغري قوي، اللون البينك الجميل ده، فليه احنا في ناس رنجه بس؟ الفسيخ والملوحه ريحتهم وحشه قوي. والله يا فندم هي الاكله دي مرتبطه بالريحه. هي الاكله مرتبطه بالريحه. وبعدين صدقيني اللي بياكل بيحب الريحه دي جدا، الريحه دي بتجيبه من الشارع. يا نهار ابيض. اللي ما بياكلش، انت ما بتاكليش فسيخ؟ لا عمري. انا باكل كل حاجه. هو بياكل اي حاجه من الارض من البحر يعني أي انا حاجة. لا انا المأكولات انا اي حاجه خارجه من البحر انا بتلاقيني دايس فيها، والفسيخ والرنجه والملوحه والبطارخ والسردين. في ايه تاني؟ ولو في قواقع هاكلها، انا ما عنديش مشكله. عندنا ام الخلول. ام الخلول طبعا. يعني الفكره كلها ان لا دي حاجه ليها متعه خاصه، واحنا في اللمسه بتاعتنا يعني ايوه احنا كمصريين لينا لمسات خاصه في الاكل.